مرحبا، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله انتم بخير. جيتكم اليوم بوصفة كون السنة سنة خير ونزل الفقع او احنا نقوله الكمى. راح اعلمكم طريقتي، طريقة حيل حلوة وسهلة وسريعة ونحافظ عليه، يعني ما نضيع قيمته الغذائية. بس الحز هو كون كله تراب. راح اقولكم شلون راح نسوي. هذا تقريبا افضل نوع اللي هو يجي اسود، له عدة انواع بس هذا النوع حيل زين. اول شي راح انقعه بس بمي واتركه شي ساعتين ثلاث يتنقع، وبعدين نرجع ننظفه سوا. هذا الشكل. هاي بعد ما نقعناه بالمي الحز نصير نسويه بسيفة معدنية، ما ادري شو يقولوا لها، ليفة معدنية. نشيل هذا الاسود والتراب اللي عليها، تصير مثل هذا الشكل. وبعدين نسلقها واكمل لكم بكره شلون راح نطبخها. هاي بعد ما سلقناه عفوا نظفناه كلياته، رجعنا حطيناه بمي. الحز راح نغسله المرة الأخيرة ونسلقه سلق كامل. شايفين ما يظل بيه ولا حبة تراب. هاي غسلناه راح نسلقه عشان ميته نطبخ بيها رز او برغل او اي شي تحبونه. هذا الشكل. نقعنا الرز. استني ما نبي. يلا هنا راح نفرمه بعد ما سلقناه بهذا الشمع بهذا الشكل. لا تنعمينه حيل، عميه مشان ما يفرط. شايفين بهذا الشكل. حز نرجع نقليه. هنا قطعنا للكمى، التشمى، الفقع، اللي كل واحد يحكي على كيفهم. احنا بلحمه مجهزينها يعني، لان الكهرباء عندنا سيئه فنسويها نص سوا ونشيلها. زادين الكميه اللي تحبونها. احنا هالمره راح نسوي بلحمه ناعمه، يصير بخشنه ويصير باي لحمه بدكم اياها. هاي ميته جهزناها، والحز بدنا نحط الرز عليها. احنا بدنا نسوي رز بسمتي. الحز نرجع كله نقلبه سوا. هاي غليت المي، نزل الرز. مية الرز مية الشمى هاي ما تنكب حرام، لأن كل شي بيها بركة. والشمى ذكرت بالقرآن وإلها أكومة أحاديث، وهي نادر ما تطلع. فالسنة سنة خير. هاي بنت الرعد. هنا شايفين اللحمة، هاي حتشوفون ما أحلى يصير لونه. هاي اللحمة قاعدة نصيحها. بسم الله. فقعت علينا اللحمة. قلبها وبعدين ننزل على الكمى عليها. ننزل على اللحمة. يا جماعة هاي الطريقة عالمية. هاي قلبناه براس المعلقة رشة فلفل بس، ولا أي نوع بهار ثاني بس. يلا ونرجع على التقديم سوا. شايفين احنا بس دا ياخذ الكمى طعمة اللحمة. ان شاء الله يا ربي كل سنة تكون سنة خير وتطلع لنا بنت الرعد الفقع ونضل ناكلها. شايفين لون الرز من مية الشمى نثري. شايفين لونه ما أحلاه، أخذ كل القيمة الغذائية. هذا الرز بالشمى أطيب أكلة بالعالم. شايفين هاي الطريقة. الحز رايحين نزين وخالصة. هذا الرز بالشمى. إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. أتمنى الاشتراك بقناتي ويعطيكم العافية.